طيب ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم فيديو جديد. طبعا فيديو النهارده هنتكلم عن نسختي فيرجن 12. النسخه حرفيا فوق الجمدان يا جدعان، قسما بالله. تمام. هنخش دلوقتي في النسخه هنشوف العظمه اللي بجد يعني. طيب. طبعا يا جدعان يا ريت تنزل تشترك في القناه انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تقدر تعب وتحط لايك للفيديو وتعليق حلو زي. طبعا يا اخواتي النسخه باسورد، تمام. والباسورد هقوله في الفيديو عشان بس في ناس كتير دخلت لي يعني، وناس بتقول لي يا اسطى ما شفتش باسورد وانت ما قلتش باسورد، وسمعت الفيديو وما سمعتش الفيديو. لا يا اسطى طبعا الفيديو اكيد في باسورد، ده اكيد. تمام. وطبعا لما انا بنسى اقول الباسورد في الفيديو او كده بعيده، ده اكيد يعني. تمام. طبعا يا جدعان الباسورد اقوله في الفيديو رقمين في رقمين. تمام. فانت علشان بس تسمع الباسورد كويس وتعرف تشغل النسخة معاك، لازم تسمع الفيديو للنهاية وما تقدمش ولا ترجع، عشان بس ما تتأخرش ولا تفوت الحتة اللي فيها الباسورد مثلا. تمام. طبعا مش عايز اطول عليكم يا جدعان، انتوا الصغير وعلى الفيديو على طول. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. اول ما تفتح النسخة هتفتح معاك بالواجهة اللي انت شايفها دي. هتدوس على اخر واحدة دي وهتخش تسجل عادي برقمك بدون اي مشاكل. تمام. بس انا عشان مسجل ومعايا حساب يعني هعمل كده. بعد ما تخش في النسخة هتفتح معاك بالواجهة اللي انت شايفها دي برضو. طب بص كده قبل ما اقول اي حاجة، طبعا في تساقط تلج هنا زي ما انت شايف. طبعا يا جدعان بس صوتي ومش عارف اتكلم يعني كده، لان انا بصور الساعة 3 زي ما انتوا شايفين، وفي عز الصيام وفي عز الحر، وكمان لسه صاحي من حوالي ساعة فما فوقتش لسه. فانا اسف يعني على صوتي وكده. فان شاء الله نكمل الفيديو. تمام. طبعا عشان توقف تساقط التلج اللي بينزل اللي انت شايفه ده، هتدوس على التلات نقط دي كده، وهتدوس على كلمة جي بي ستينج، وبعد كده هتدوس على الحماية والخصوصية، وعندك هنا تساقط الثلج. هتقفل الزرار ده، الاتنين دول كده هتقفله. ترجع هنا تلاقي التلج وقف. تمام. طبعا يا جدعان عندك هنا الشتات، الرومات، الستوري، الكولات. تمام. نيجي بقى نخش في الشات من جوه ونشوف شكل الشات. نعمل كده. طبعا ده شكل الشات زي ما انتم شايفين. تمام. هنا الحاجات دي اضافات النسخة وكده. طبعا السهم ده بيرمي فيروس كالعادة. عندك هنا التذكر في الشات وكده. تمام. ده الايموجي، وهقولك ازاي برضه تعمل ايموجي ايفون لو انت حابب ايموجي الايفون يعني. تمام يا جدعان، كده احنا خلصنا شرح الشات من جوه. تمام. خش بقى في اضافات النسخة، ندوس مثلا على التلات نقط كده. طبعا اول حاجة عندك وضع الطيران في النسخة واضافة حساب، وعندك هنا الوضع الفاتح. بص هو مش كويس اوي يعني، فالدرجة احسن. تمام. عندك هنا السيرش، وعندك هنا الكاميرا لو عايز تفتح الكاميرا. هتدوس هنا على التلات نقط كده. عندك اول حاجة هنا سيبها للاخر، جدولة الرسائل، رد تلقائي، إعادة تشغيل واتساب، رسالة لرقم غير محفوظ، إرسال رسالة جماعية، إضافات وبام. عندك هنا نيو جروب اللي هو إنشاء جروب، وهنا إنشاء بي سي. عندك هنا لينكد اللي هي افتح ويب وكده. عندك هنا رسائل لطيفة والإعدادات. تمام. خش هنا في الأباوت بالشكل ده. تمام. طبعا نخش بقى اسطى في الإضافات على طول. طيب هندوس على التلات نقط كده، وبعد كده هندوس على الجي بي. تمام. عندك هنا اخر حاجة لو دوست عليها ودخلنا هنا، طبعا عندك هنا الاباوت النسخة. تمام. تمام. وعندك هنا لو دوست على التحديثات سجل التغييرات، وعندك برضو البحث عن تحديث جديد، هيقولك هنا ان ده اخر تحديث للنسخة. تمام. طيب عندك هنا الكل لو دوست عليها،
وبعد كده ندوس على الاعدادات، تقوم مفعل ده كده علشان تقدر ان تحول الرسالة اكتر من 250 شخص لاكتر من 5 اشخاص عفوا. تمام. وهتفعل ده كده للاخر، وهتفعل اخر زرار ده. تمام. طيب هندوس بقى على النسخة الاحتياطي والاستعادة. هنا طبعا عايز تحمل تركب ملف بسرعة على النسخة وكده. تمام. تقوم دايس هنا على نسخ احتياطي، وبينسخ معاك نسخ احتياطي، وتقدر ان انت تركب ملف بسرعة. تمام يا جدعان. طب عندك هنا الستايل وكده. هقولك بقى ازاي تركب الايموجي بتاع الايفون. شايف دي اللي هي اولد واتساب ايس؟ طبعا شرحتها قبل كده كتير، فما فيش معنى اشرحها تاني عادي. طبعا لو دوست هنا كده علامة التحميل دي هتتحمل معاك، بس لازم طبعا يكون في نت. هتحمل دي كده، وبعد كده يا اسطى هتقوم طالع، وبعد كده هتلاقي الايموجي الايفون اشتغل معاك. بس طبعا لازم تختاره، يعني بعد ما تحمله، ومش تطلع كده وخلاص، لا هتختاره بس. تمام. تمام. عندك هنا الستايل زي ما قلت لك. طبعا تقدر تغير ايقونة الاشعارات وايقونة التطبيق من بره. تمام. هنا الالوان ما تلعبش في حاجة برضو. طب عندك هنا السمات، تقدر انت تحمل سيم. ماشي. طيب عندك اول حاجة دي اللي هي اوباما اوفيكال، ما تدوسش عليها، لان لو دوست عليها النسخة هتجيب كراش معاك زي ما انت شايف كده. تمام. فانت ما تدوسش عليها عشان ما تجيبش كراش معاك. هنخش بقى على الحماية والخصوصية. عندك هنا داونلود انستا، داونلود يوتيوب برو، اللي هو ازاي تحميل يوتيوب برو وتحميل انستا جولد. تمام. بس هنا بيدخلك على قناتي، عفوا هنا بيدخلك على قناتي، وهنا بتحمل اليوتيوب. تمام. عندك هنا جميع زرار قطع النت. طبعا يا جدعان اول رقمين في الباسورد هما 2 0. جميع زرار قطع النت، لو دخلت هنا كده عندك قطع نت بصورة، قطع نت بأغنية، قطع نت بفيديو، قطع نت بستيكر. تمام. ستيكر دي يعني تقدر لو انت معكش ستيكر والكلام ده، لان هو مش ستيكر اصلا، هو الجيف زي ما انت شايف، الجيف اللي بين الايموجي و... والملصقات الستيكر. تمام. الاتنين اللي بين بعض اللي هو الجيف. تمام. طبعا عندك قطع نت بفيديو، يعني تبعت فيديو وانت مفعل ده كده يقوم يقطع نت عند الضحية. قطع نت بأغنية يعني بصوت وكده. قطع نت بصورة. تمام. قطع نت بأغنية زي ما انا قلتلك، بأصوات أغنية يعني، اللي هو الكلام ده يعني كده. طبعا هنا برضو تقدر انت تحول الاوديو للريكورد، يعني الصوت ده تحوله لريك يعني، اللي هو فويك. لو دوست هنا كده هيقوم يعمل ريك، بدل اغنية يعمل ريك. تمام. قطع نت بصورة طبعا زي ما قلتلك، بتفعل ده كده وتبعت صورة للضحية يقوم يقطع نت عنده. عندك هنا نهاية الرومات، لو فعلت ده كده، عفوا هي كانت متفعلة اصلا. تمام. لو فعلتها كده نهاية الرومات، وجيت على اي روم، لو دوست كده في اي روم، وبعد كده تيجي تحت خالص وتخرج من الروم، بس ده كل اللي عليك. بس طبعا اول حاجة لازم تكون ادمن، وادمن حقيقي مش فيك، مش تشغل دماغك يعني تروح مفعل ادمن فيك تقول لي يا اسطى مش شغال. لا، لازم تكون ادمن حقيقي. تمام. تمام. عندك هنا طبعا تساقط الثلج، شرحتها لك انا. عندك هنا الاضافات وزرار الفيروس. خش بقى هنا عندك زرار عدم التهنيج. طب عندك تشفير فيروس الصور، ما تهنكش ضغط رسائل، اخفاء الرسائل في الشات، تشفير فيروس الويب. تمام. اخفاء لون اللينكات، اخفاء العلامة بتاعة المنشن دي،
قراءة المزيد، تشفير فيروس الكونكتات، تشفير فيروس الكتالوج، متهنكش من ضغط الستيت، تشفير فيروس الخريطة، عدم حرق النسخة من فيروس الموقع، تشفير فيروس الملفات. تمام. طبعا يا جدعان تشفير فيروس الكتالوج ده لو فعلته كده اي حد فاتح واتساب اعمال ما بيظهرش عندك ان هو فاتح اعمال. تمام. علشان الكتالوج بتاعه ممكن يكون حاطط فيه فيروس، وهو ده الزرار ده بيمنع التاني. تمام. عندك هنا تشفير الكراش، لو فعلت ده كله مش هتهنج من اي كراش في المجال كله، اللي هو كراش الريب وكراش المكالمات والكلام ده. تمام. عندك تزوير مدة الريكورد، تقدر تزود الريك، تخلي كل واحد او اربعات مثلا خمسات ساعات كده، واحد وصفار. تمام. او الزائد او النص. تمام. طبعا عندك اضافات اوباما، لو دخلت هنا كده طبعا عندك ارفع نفسك ادمن، ده ادمن فيك، واعادة توجيه تلقائي، وارسال رسائل تلقائي، توثيق الارقام. عندك هنا رد تلقائي لو حد عملك منشن، يعني لو اي حد عملك منشن تكتب نعم مثلا. اي حد عملك منشن انت هترد لوحدك من غير ما تكتب. تمام. بس تكتب الكلمة اللي عايزة تتبعت يعني. تمام. طبعا عندك تزويد تيك توك، النسخة بتزود تيك توك ازاي؟ تخش هنا كده تزويد تيك توك، هتلاقي هنا كلمة تزويد تيك توك. تمام يا جدعان. لو دخلت هنا كده هيدخلك على موقع، من الموقع ده تقدر ان انت تحمل، عفوا تزود تيك توك متابعين، لايكات، مشاهدات، اي حاجة عايز تزودها في التيك توك بتتزود من الموقع ده. تمام. طبعا لو عايز نشرح عن الموقع اكتبه تحت في التعليقات واشرح عنه وانا اصور عنه فيديو. عندك طبعا تنظيف النسخة، اندرويد 10 واندرويد 11. لو دوست على المطور قبل ما اخش، طبعا اخر رقمين في الباسورد 2 3. تمام. طب عندك لو دخلت في المطور هيجيب لك هنا قناة اليوتيوب بتاعتي. تمام. وعندك قناة التليجرام ورقمي للتواصل. تمام. عشان لو محتاج اي حاجة تخش تكلمنا على طول. تمام يا جدعان. طبعا الرقم هنا اهوت، ونخش نسجل بعض عادي مفيش مشاكل. تمام. بس كده يا جدعان عشان ما اطولش عليكم، علشان انا خلاص صوتي راح. فبس كده يا اخواتي، يا ريت الفيديو كان عجبكم، ما تنساش يا اخويا اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش يا اخويا برضه تقول رايك في كومنت. وبس كده، احلى اخوات في الدنيا، اشوف وشكم بخير.